السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة وصفة جديدة من وصفات ام الدنيا. ووصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، وهي عبارة عن رز بسمتي بقطع الفراخ والفلفل الالوان. طريقة سهلة وحلوة جدا، وطعمه بجد روعة، هيعجب اكيد الولاد. وفي عناصر غذائية طبعا كتير، هو نشويات وبروتين وخضار. ويلا بينا نشوف وصفتنا. اول حاجة معانا حوالي نص كيلو صدور فراخ، وده كوبايتين رز بسمتي منقوعين، وفلفل الوان احمر واصفر واخضر، وقرن فلفل حامي طبعا اختياري، وحوالي 3 معالق زبدة. ويلا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين الفراخ، هو كان صدر فرخة واحد، انا قطعته مكعبات بالشكل ده. هنضيف له ملح وفلفل وبابريكا، معلقة صغيرة من كل حاجة، وهنقلبهم كويس جدا. وضفنا كمان حوالي معلقتين خل، وهنقلب قطع الفراخ مع التتبيلة دي كويس جدا جدا. وبعدين هنشيلهم في التلاجة حوالي نص ساعة. هنا بعد ما طلع قطع الفراخ من التلاجة حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع. ودي بصلاية متقطعة قطع كبيرة، يعني مش عاملاها في الكبة. والفلفل الألوان بتاعنا. في أي حلة أو طاسة على النار هنحط الزبدة مع قطعة سمنة أو زيت المتاح عندك لغاية ما تسيح بالشكل ده. هننزل عليها بقطع الفراخ اللي احنا زي ما قلنا تبلناها وسبناها في التلاجة فترة، وهنفضل نقلب فيها. هنقلب فيها كويس حوالي 5 دقايق، لغاية ما نحس انها يعني استوت نص سوا، لانها هتكمل سواها مع الرز بالشكل ده. هو خلاص يعتبر قطع البانيه استوت نص سوا معانا. طبعا احنا قلبناها تقليب مستمر. دلوقتي هنشيلها من الطاسة، وبعدين هنضيف في المادة الدهنية دي هنضيف البصل، وبرضه هنفضل نقلب فيه يعني بتاع 3 4 دقايق كده لغاية ما يدبل معانا بالشكل ده. واول ما البصل يدبل هنضيف له الفلفل الالوان. طبعا انا مقطعه الفلفل مكعبات كبيره شويه، تعتبر قد قطع الفراخ اللي انا مقطعاها. ونفس الحكايه هنقلبهم دقيقتين 3 كده لغايه ما نحس ان قطع الفلفل برضو دبلت زي ما انتوا شايفين. وهنضيف لها حوالي فصين توم مهروسين، مش كتير، فصين بالظبط. وهنقلب هنقلبهم كويس. وهنضيف معلقة كبيرة معجون طماطم او صلصة طماطم، وهنقلبهم تاني كويس قوي لغاية ما كل المكونات تندمج مع بعض. ده شكل الخضار بتاعنا بعد ما قلبناه مع الصلصة. وبعدين بنضيف قطع الفراخ اللي احنا شلناها ونقلبهم كويس جدا. وزي ما قلت لكم هو استوت نص سوا الفراخ، لاني هتكمل سواها مع الرز.
وبعدين هنضيف الرز اللي زي ما قلنا احنا نقعناه، ده رز بسمتي حوالي كوباية ونص، نقعناهم في مية لمدة نص ساعة. ضفناه على الخضار بتاعنا وعلى قطع الفراخ، وهنقلبه برضو كويس جدا لما المكونات كلها تختلط مع بعض. بنقلبهم حلو قوي. وبعدين بنحط يا اما مكعب مرقة دجاج او المرقة الفورية. انا لقيت عندي المرقة الفورية، بنحط ده او ده، انا بوريكم الاتنين. حطيت واحد مرقة فورية كنور او اي نوع طبعا، وبعدين ضفت مية مغلية. يعني كوباية ونص رز بسمتي خدت بالظبط كوبايتين مية، كوبايتين مية مغلية من الكتل. وبنقلب كويس عشان المرقة الفورية تندمج مع المكونات بتاعتنا كلها. المية طبعا غطت الرز والمكونات زي ما انتوا شايفين، وهنغطيها. واول ما تدخل في السوا نحس المية قلت، هنوطي النار خالص عليها. هو كده استوى، خد على النار تقريبا ربع ساعة. شايفين الرز مفلفل مش معجن ازاي؟ والريحة حلوة جدا جدا. بس كده بنغرف الوصفة بتاعتنا او الوجبة بتاعتنا النهاردة في طبق بالشكل ده. احنا ملاحظين ان احنا يعني ما عملنا كله في صينية واحدة او طاسة واحدة او حلة، حسب ما تعملي، كله في حاجة واحدة بس. المكونات كلها والوصفة كلها عملناها في حلة واحدة. بنغرفها في طبق بالشكل ده. شكلها جميل وريحتها روعة روعة فعلا، يعني شكلها حلو قوي وطعمها احلى. وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا. يعني هي شكلها بجد يفتح النفس، وكانت ريحتها طالعة يعني قلب الدنيا، والفلفل القطع باين فيها. وده الخيار يا جماعة اللي عملناه الصبح مع بعض. هو طبعا استوى جدا ومقرمش جدا وطعمه حلو قوي. دلوقتي بنتغدى منه كمان مع الوصفة بتاعتنا. يعني عملناه على الساعة 11 ودلوقتي الغدا حوالي الساعة 5. هو بالظبط زي ما قلت لكم ساعتين وبتاكلي منه. شكله حلو برضو. وكده خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة مع أم الدنيا.